عندي صاحبي جاني من فرنسا، كان يعيش في باريس، جاب حذايا لبلجيكا يخدم لهنا والكل، قال لي يزيني من فرنسا والكل، يحكي لي على حكايته وعلاش هو سايب فرنسا وجا لبلجيكا. الشخص هذا جزيري، جاب مرته وصغارها من الجزائر بالفيزا، عملوا لهم ريجروب مو فاميليا، عملوا لهم البروسيدور الكل بداره بخدمته بكل شيء. على اول عركه هو وياها في فرنسا ديريكت مشيت تشكت بيه وقالت لهم راهو يعنف فيا ويضرب فيا ويعيط عليا ويلا كيما تعرفوا فرنسا والقوانين نتاعها مع المراه والقوانين نتاعها مع الراجل. مسكين مسخت له الدوسي نتاعو، وحتى كان باش يجي يجدد اوراقه كبش فيه ويزيد معناه برشا حكايات. وما حتى باش تكبش فيه، مش على الاقل تكمل تكبش فيه لين حتى في التجديد ما عادش يجدوا له اوراقه. مش اوكي انت خرجك باش تجي تعمل اوراقك وتكمل تعيش في فرنسا على روحك، يما سيب علاش معناه مكبشه فيه باش هو ما يجدولوش اوراقه، ولا باش هو ينحوا له اوراقه، ولا باش يدخلوه للحبس. احشموا على بعضكم، احشموا على رواحكم. نساء الشمال كل الجزائر مغرب تونس، احشموا على رواحكم. كي يطلعك راجل من البلاد لهنا كبر بيك وجابك وكل وتعب وكذا، ما حتى كي تحب تطلق امشي طلق، اما من غير ما تبدا تعمل فك. خاصه نساء فرنسا معناها حول ولا قوه الا بالله ان كيدهن عظيم في النساء. سيب عليكم ومصيركم باين شنو بعد ما تتسيبوا راجلكم اللي جابكم، سيرتو تبدو ظالمين. مصيركم باين شنو نساء ذوكم، وبرا ما يسالش نقول لكم ربي يبقى عليكم الستر. اما ميساج للبنات والنساء اللي مازالوا في البلاد، الفيديو ان شاء الله تشوفوه.